الراجل ده ما يسواش حاجة. ايوه، الراجل ما يسواش حاجة، ولكن يسوى حاجة ونص، حاجتين ونص، 3 حاجات. الراجل اللي يكون راجل بجد يتحط فوق الراس. الراجل اللي يحب الواحدة ويحتويها يتحط فوق الراس. وعلى هذه يا زبادي مساء الخير عليكم. متنسوش تحطولي لايك حلو منكم لاني بحب قوي لايكاتكم، واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وتعليق لو حبيته. بصراحة الحكاية النهاردة حكاية كل ست وحكاية كل راجل، ولكن انا حابة النهاردة ندردش مع بعض. مش عارفة هيعجبكم الفيديو ولا لأ، بس لو حبيتوه عرفوني، قولولي رأيكم، ولو لأ خلاص بلاش، قولولي لأ ما تكمليش وقفي وانا هسمع كلامكم. يلا تعالوا نكمل كلامنا. ليه بقول للراجل في الاول ما يسواش حاجة وبعدين قلت غيرت رأيي، قلت ان يسوى حاجة واثنين وثلاثة؟ الراجل الحنين، الراجل الطيب اللي يعرف يحتوي الست اللي قدامه، الراجل اللي يعرف يطبطب، اللي يعرف امتى ايده تكون تقيلة، مش تقيلة يعني ضرب، لا، بس امتى تكون ايده تقيلة يعني يقلب بوزه ويزعل ويشد عليها اللي هو خلاص انا زعلت. ويعرف امتى ايده تكون حنينة وتطبطب وبس. يعرف امتى يحتويها، يعرف ما يخليهاش تخاف منه، يخليها تجري عليه اول ما تغلط من هنا. الراجل اللي بجد هو اللي يعرف يدلع مراته، اللي يخليها ما تبصش لاي راجل تاني بره، اللي يكون مالي عينيها قوي قوي جوه الاوضه وبره الاوضه. هتفكروا شويه كده معايا وتقولوا لي ازاي يعني انا كراجل اعرف ازاي ان انا مالي عين مراتي؟ تعالى بقى عندي هنا وهقولك تعرف ازاي ان انت مالي عين مراتك. حاجتين، بره الاوضه وجوه الاوضه. وانت بره الاوضه متقدرش تعمل حاجه غلط قدامك ولا من وراك، ولو فكرت وعملت حاجة غلط هتجري عليك بسرعة في حضنك وتقولك اسكت، انا عملت واحد اتنين تلاتة، انا جيت وقلتلك، بس انا مش عارفة انا عملت كده ازاي. هتكون ندمانة عشان بس بتحبك، فمش هتقدر تزعلك، وهتكون مالي عينيها قوي. اما بقى جوه الأوضة فان انت تكون اسد قوي، يعني من قبل ما هي تحتاج تقول لها انت يلا. تبقى فاهم الست كويس قوي، تكون عارف امتى هي تكون اتبسطت، امتى بتكون لا لسه، ايه الاماكن اللي بتخليها مبسوطة، ايه الكلام اللي هي تسمعه تدوب فيه وتدوب فيك انت شخصيا. خلي بالك الست حاجة ناعمة قوي وعاملة زي الاسفنج، كل ما تحط المية هتلاقيها مليانة بيك، ويوم ما تعصرها هتلاقيها بتنزل المية اللي انت اديتها لها. يعني كل الكلام الحلو اللي انت هتقوله لها ما تقلقش، كأنك بتحوش في جمعية هيرجعولك كويس قوي. تكون فاهم دماغ الست. يعني هدية حلوة، انت اوقات بتكون عاوز هدية معينة، او عايز مقابل الهدية دي حاجة معينة، هاتلها الحاجة اللي تعجبك بس بطريقة مش مباشرة. عاوز حاجة معينة قول لها، مش عيب، ما هي برضو مراتك. يعني مثلا كده يا رجالة، لو انت داخل الباب كده وشمم الريحة بتاعت الشقة عندك ولا البيت، يا ما شاء الله الريحة طالعة جميلة، ان هي حاطة معطر كده وهي بتمسح الشقة، يا خرابي، ولا هي حاطة كده برفيوم وقاعدة مستنياك. لا استنى، هكمل لك الحلم، وعامله لك اكله حلوه قوي، يا لهوي، والعيال نايمه، لا، وكمان لابسالك الحته كده الحلوه خالص خالص وقاعده مستنياك، وبتقولك حبيبي اخرت عليا ليه؟ طبعا انا عايزاك تصحى شويه، حتى الموبايل مرضيش. كل الستات او مش كلهم، في ستات بتعرف تعمل كده، في ستات لا، بس انتي بقى كست بذمتك. يعني الراجل لو جه ولقى كل ده هيزعل، او على الاقل هيكشر او هينكد. ولو يا ستي قلنا في مشاكل عنده في الشغل وداخل شايل زي ما بنقول كده طاجن سته وزعلان قوي، اول ما هيسمع منك الكلمتين دول الحلوين، ولا اول ما يشوفك بالطلة البهية دي، اوعد هينسى كل المشاكل وهيفتكرك انتي. لكل ست مش عارفة ازاي تتعامل مع الراجل، سواء صاحب سواء حبيب سواء جوزها. الراجل طفل صغير، اوقات كتيرة يكون راجل قوي وكلمته ما تنزلش، ولو فكرت تغيري رأيه او تقنعي يا ارض تهدم عليكي قد هيفضل يتخانق فيكي. وفي وقت تاني يجري عليكي وبيبقى زي البيبي، بيبقى طفل قوي معاكي، وانتي الوحيدة
اللي تعرفي راجلك امتى يكون طفل بيبي معاكي، ومن هنا احتوي قوي، احتوي جوزك وانت احتوي مراتك، عشان الحياة احلى ما فيها الاحتواء والحب والضحكة الحلوة. اضحكي في وشه يا ستي وانت اضحك في وشها، ابتسموا، الابتسامة بتاعتكم حلوة او بتعجبنا، ما تدخلوش مكشرين علينا الشقق والبيوت. الله، عايزينكم دايما مبسوطين، عشان انتوا لما بتبقوا مبسوطين بتبسطونا معاكم. يلا مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش على الهادي